أهلا بيكم مع حلقة جديدة من برنامج رمضان اشحن طاقتك. نداء هام للآباء والأمهات والمربين الأبطال اللي مش لاقيين نوم ولا راحة. النهاردة هنتكلم عن واحدة من أصعب المراحل اللي بتبقى فيها مضطر تمسك أعصابك كويس. لا، مش الديون ولا الغلا، دي مرحلة المراهقة، الفترة اللي ابنك أو بنتك بيتحولوا فيها لنوع جديد من الكائنات اللي بتجيب صداع. مرة يقولك أنا كبير، ومرة يقولك أنا صغير، ومرة تقوله انتبه لنفسك يرد يقولك أنا فاهم، وفي اللحظة اللي بعدها تسأله ليه عملت كده يقولك مش عارف. المشكلة إن إحنا كأهالي بنحاول نعاملهم زي الأطفال وننسى إنهم خلاص بقى عندهم أفكار مستقلة وهوايات. إحنا بنبقى مش قادرين نفهمهم عشان مش عايزين نغير أسلوبنا، وفاكرين إننا نقدر نتحكم فيهم زي ما كنا متحكمين فيهم وهم صغيرين، وده غلط. المراهق مش طفل، ولو حاولت تقوله روح يمين هيقولك بكل ثقة هروح شمال. طيب هو ليه بيحصل كده؟ ليه المراهقين بيتحسوا إنهم كائنات فضائية؟ المراهق يا جماعة مش طفل أكبر سنا، ومش بالضرورة شخص بالغ أصغر حجما، هو كائن فضائي بجد بيعاني من توترات كتير جدا، توترات جسمية على تغيرات نفسية على هوية ضايعة. ده غير إنه له عائلة تانية اسمها السوشيال ميديا وأصحابه عندهم رأي في كل حاجة، فالمراهق عايش كم من التوترات وبيحارب نفسه أحيانا. فدورك إنك تكون الداعم اللي هيساعده إنه ينجو من العاصفة دي. طيب يا ترى إيه الخطوات التربوية السليمة عشان نتعامل مع المراهقين؟ انت حلك الزنبهولة. أول حاجة الفهم والتقبل. فالمراهقين يا جماعة هم كائنات إنسانية بيشوف الدنيا بشكل مختلف، فنبدأ نفهمهم بدل ما نلومهم، ونقرب منهم ونحترم أفكارهم. يعني بدل ما نقول له يا ابني قوم صلي، نقول له أنا عارف إنك تعبان، لكن الصلاة دي هتساعدك تكون في راحة نفسية أكتر. تاني حاجة ما تتعاملش زي زمان. لو اعتقدت إن أساليب التربية القديمة هتنفع، فخلي بالك إن الدنيا اتغيرت. فالمراهق النهاردة عايش في زمن مختلف خالص. لو حاولت تتكلم معاه عن زمن ما قبل النت هيحس إنك بتتكلم عن العصر الفرعوني. فالحل خليك مرن وحاول تفهم عالمه الجديد. فلو ابنك قالك مثلا بابا البلوجر الفلاني قال كذا، ما تقولش دول مش بيوصلوا لنا حاجه، انما قول ده حد ذكي، وبكده هتكسب النقاش. ثالث حاجه الاستماع اكتر من الكلام. المراهقين دايما بيحبوا يحسوا انهم مفهومين، فلو عايز تبني علاقه قويه معاهم اسمع لهم بصدق، ما تقطعهمش لما يتكلموا حتى لو كان الكلام غريب بالنسبه لك. اسالهم اسئله مفتوحه زي مثلا ايه اللي شايفه في الموضوع ده، بدل ما تقول ده غلط. رابع حاجة الثقة والاحترام هم المفتاح. فالمراهقين عايزين يحسوا انهم محل ثقة، ما تخليهمش يحسوا انك بتراقب كل خطوة بيعملوها. اديهم مساحة للغلط والتعلم. ايوه ممكن يقعوا في اخطاء، لكن ده جزء من التعليم ليهم. فلو ابنك غلط ما تقولش ما انا قلت لك، انما قول طيب ايه اللي نقدر نتعلمه من الغلط ده، وبكده هيشعر المراهق انه مدعوم مش محكوم عليه. الحاجة الخامسة القواعد لازم تكون واضحة بس مرنة. وضع القواعد مهم جدا، بس لازم تكون مرنة عشان تناسب تطور المراهق. فلو عندك قاعدة عن وقت استخدام الموبايل مثلا، خليها قبل للتفاوض بناء على مسؤوليتهم. في الآخر المراهقة مش حرب، إنما دي مغامرة. صحيح إنها فترة صعبة، لكنها فرصة إنك تبني علاقة قوية مع ابنك أو بنتك. خليك صبور ومرن ومحب، فكل ما تتعامل مع المراهق بحب واحترام كل ما هيكون ده أفضل في التواصل بينكم. رسالة أخيرة، المراهقين دول النسخة المستقبلية منك، لو تعاملت معاهم بحب وفهم صدقني هيبقوا أفضل من اللي كنت تتوقعه. ودلوقتي شاركونا تعليقاتكم عن مشاكل المراهقين وانشروا الفيديو عشان الكل يستفيد. رمضانكم سعادة، كل سنة وانتم طيبين.